مرحبا بكم في على المكشوف، حلقة جديدة من فقرة الحصرية دولي سكوب. أتاشي فو سانتور، فأنتم في المكان الصحيح. كانت تحب الحقيقة تسمع وتشوف اون اكسكلوزيفيتي في على المكشوف. أعزائي المشاهدين، ننصحكم تجهزوا أنفسكم لأنه اللي باش تسمعوه اليوم ممكن يصدمكم بشدة. والبداية بخبر يجينا من ديفيزيون أماتور يفيد أنه ناصر اليتوجي رئيس جمعية النجم الرادسي اتصل صباح أمس الأحد هاتفيا برئيس الجامعة التونسية لكرة القدم معز الناصري، وأعلموا بوجود شبهة فساد في مباراة جمعت بين فريقي مستقبل وادي الليل واتحاد جديدة، وهو ما جعل معز الناصري يطالب اليتوجي بتقديم شكوى رسمية للمكتب الجامعي للنظر في حيثية القضية، وهو ما فعله رئيس النجم الرادسي صباح اليوم الاثنين. خبرنا الثاني جينا من كواليس الإدارة الوطنية للتحكيم، يقول انه رياض بن نور رئيس فرع كرة القدم بالترجي الرياضي التونسي لما تحول يوم الثلاثاء الفارط رفقة يزيد المنصوري وليد قرفالة الى مقر الإدارة الوطنية للتحكيم لمشاهدة لقطات الفار الخاصة بمباراتي الفريق ضد الترجي الجرجيسي والنادي البنزرتي. بن نور اكد الجمال الحيمودي وفق مصادرنا الخاصة ثقته الكبيرة في هذا الأخير بقوله ألا لتر: نعرفك راجل منذ أن كنت حكما وعمرك ما طلبتنا حتى في مريول الترجي كهدية. ما دمنا بصدد الحديث على جمال الحيمودي، خبرنا الثالث يشير أنه المشرف العام على التحكيم لازم في الأيام الأخيرة منزله وكان محبط بسبب الخونة الذين منحهم ثقته فكافأوه بالطعن في الظهر وفق تأكيدات مصادرنا الخاصة. نواصل مع كواليس التحكيم، أين تأكد لنا أن الحكم أمير لوصيف بعد إدارته المباراة الكلاسيكو بين الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي يوم الخميس الفارط وقع إعلامه بكونه معين لإدارة مباراة قمة الليغ 2 اللي دارت مساء السبت الفارط بين الملعب الجابسي وضيفه المتصدر فريق ساقية الداير، فكان رد أمير لوصيف حرفيا من كوشة رادس سرماوني طول في كوشة جابس. خبرنا الخامس لليلة يجي في سياق الحديث على الحكم أمير لوصيف، وين وصلتنا تسريبات مفادها أنه أصحاب القرار في الإدارة الوطنية للتحكيم غاضبون من هذا الحكم بعد منحه ضربة جزاء وهمية للملعب الجابسي أمام فريق التقدم الرياضي بساقية الداير في شوك الصدارة في الليغ 2. هذا وقد علمنا أنه هذا الحكم الذي حضر أيضا كحكم فار في قمة رادس بين الكلوب وستال قد تصدر ضده عقوبة التجميد بسبب ركلة الجزاء المتحدث عنها. بما أنه أداء أمير لوصيف كان محور جدل واسع في الويكاند، خبرنا السادس متصل بهذا الحكم محور حديث الجميع، يفيد أن رئيس لجنة تعيينات حكام الرابطة الوطنية الأولى في شخص سعيد الكردي قد تلقى مكالمة هاتفية أمس الأحد بين شوطي مباراة الديربي، حيث تضمنت استياء الشخص المقصود من غياب قرارات الفار في لقطة كانت تستوجب تدخل حكم هذه التقنية لو فامو أمير لوصيف لمناداة حكم المباراة نضال الطيف للتثبت من لقطة فرضية إقصاء لاعب الملعب التونسي، وهو ما لم يفعله أمير لوصيف الذي قد لا يعين مستقبل في بقية مشوار البطولة في غرفة الفار. سكروا ملف التحكيم بأخبار الفرق. خبرنا السابع يخص الترجي الرياضي التونسي، ويقول إنه رئيس النادي حمدي المدد اجتمع باللاعبين في نزل الإقامة ليلة مباراة النادي الصفاقسي، وين أكد لهم أنه النتيجة تهم قبل الأداء في كل المباريات المتبقية لحساب هذا الموسم الكروي. الخبر الثامن لليلة يخص العائد من بعيد الفريق العريق النادي الرياضي الصفاقسي. وردتنا أنباء من كواليس النادي أنه الكابتن ولا سوبر ستار دو ليكيب علي معلول لم يتسلم من ليما واحدا من إدارة CSS منذ عودته من الأهلي المصري، وهو ما يؤكد أن معلول ما يحسبهاش بلغتنا مع فريقه الأم، والأموال لا تعنيه بتاتا أمام مصلحة النادي الصفاقسي. سيتان إكزومبل حي من الرقي والوفاء من قبل أيقونة كرة القدم التونسية علي معلول. الخبر التاسع والقبل الأخير يخص ليتوال دو ساهيل، أوفانا به مصدر مطلع على أجواء العمل صلب مركز تكوين الشبان للنجم الساحلي، وهو مدرب سابق في هذا المركز، يشير أنه خلافا للاتهامات الموجهة لياسين الشيخاوي
بكونه يجامل في ابنيه ويفرضهما على حساب بعض المواهب الأخرى، فإن ابنه الأصغر موهوب جدا ويستحق مكانه عن جدارة واستحقاق، على غرار ابنه الأكبر الذي يستحق بدوره مكان ضمن الرصيد البشري الموسع باعتباره أقل موهبة من شقيقه الأصغر. خبرنا العاشر والأخير يجي في شكل اعترافات من قبل أحباء الهمهمة لرجالة النادي، وين لا حديث في حمام لنف سواء عن المواقف البطولية للسادة أنيس بنتيلي، عبد القادر عنابي، الناصر العتروس، وكذلك عضو الهيئة المديرة قيس ابن حمزة بن مراد على دعمهم لهيئة المنجي بحر وتكفلهم بمصاريف ديبلاسمون نادي حمام لنف لتطاوين، وكذلك تسليم منح الفوز للاعبين، وهو ما يؤكد أن هؤلاء الرجال يبقون من الأبناء البررة للهمهمة. تحية شكر ووفاء لجنود الخفاء اللي بفضل مجهوداتهم الفريق يحتل صدارة الجروب A من ليج 2 برصيد 50 نقطة. كانت هذه على المكشوف لليوم، نتلقاو الأسبوع القادم في نفس الموعد ونفس البرنامج ملعب النجوم. إلى اللقاء.